ازاي تبسط نفسك في رمضان بأقل مجهود؟ يلا بينا. شهر رمضان هو شهر البركة والخير والغفران، وشهر مميز عندنا كلنا، وبيكون ليه طابع خاص وبنستناه من السنة للسنة وبنستقبله بالفوانيس والزينة. فتعالوا بينا نعيش يوم كامل في رمضان في قرية أتميدة، مركز ميت غمر، ده أهلية. رمضان جانا وفرحنا بعد غياب وبقاله زمان. غنوا له شهر بطول، غنوا أهلا رمضان. رمضان جانا، رمضان جانا. هتبدأ يومك بصلاة الفرض اللي عليك. أنا للأسف صحيت بعد الظهر عشان كنت سهران وكنت مصلي الفجر. بعد كده بتقرأ الورد بتاعك من القرآن، ولازم تختم القرآن على الأقل مرة في رمضان، وتعيش بقى الأجواء مع أهل بيتك. والزينة في البيت بتدي روح جميلة جدا في رمضان. بعد كده خرجت عشان أصلي العصر وأشوف الدورة الرمضانية اللي بتتلعب كل سنة، وفريق الشامي كان بيلعب فريق شباب محمد، وفريق الشامي كسب 2-1. وطبعا لازم كالعادة خناقات كل سنة تحصل في رمضان. بعد كده. روحنا عشان نفطر، والأحسن إنك تكسر صيامك ببلح وتصلي المغرب الأول قبل ما تفطر. وطبعا لازم المحشي أساسي أول يوم، ويا سلام بقى على السمبوسة وجمال الخشاف، وكل سنة وانتوا طيبين. واتفرجنا على الكبير قوي واحنا بنفطر عشان رامز بوخ قوي. وبعد الفطار عملت لي واحد شاي كرك مع الدوناتس اللي بالشوكولاتة دي، ظبط الدماغ. بعد كده جه وقت صلاة العشاء والتراويح، ورحنا صلينا في مسجد الحسين اللي لسه مجددينه، والمسجد كان مليان على الآخر. بعد كده هتخلص التراويح وتتمشى بقى بشوارع القرية الجميلة اللي مليانة زينة. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. نغفر زلا نوصل أهلا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا، لأن رمضان يجمعنا. وما فيش مانع برضو تروح انت واصحابك تلعبوا دومنا وتشربوا شاي. احنا رحنا عند كافيه عز، عامل اجواء جامده الصراحه. بعد كده جه وقت السحور والعزومه المره دي في بيت كريم، عنده اجواء رمضانيه حلوه قوي. والطعميه الكفته من عنده ام احمد على المشروع حكايه، وال40 طعميه عندها ب20 جنيه. والصراحه ام كريم ما قصرتش، وكان سحور عالمي. وبعد السحور عملنا شاي وقعدنا نتكلم لحد الفجر، والصراحه كان يوم حلو قوي. وشكرا لكم لو انتوا لسه بتتفرجوا على الفيديو لحد دلوقتي، وقولوا لي لو عايزين نعمل يوم زي ده في بلاد تانية.